هاجم بدون رقابه، طلع خدا كل الوقت ديالو. هذه هي طريقه تسجيل هدف، هذه الكره المرتده. المخرج يورينا الصوره كيف لحسن حظنا ان هناك ربما سوء انتشار لمهاجمين وعدم وجود مهاجم حقيقي لتسجيل. هذه طريقه تسجيل الهدف بالنسبه للمنتخب الوطني الجزائري. الهدف الاول كانت كره طويله فيها العمق، اسلام سليماني عرف كيف يستغلها. كانت كره مرتده سريعه بواسطه 3 تمريرات. التمريره الثالثه كانت عن طريق من قدم سليماني. سليماني معروف قناص هداف، يشتم رائحه الهدف، يتواجد في مكان جيد دائما، خطير، يترك ايضا الفرصه والاروقه حتى لاعبي المهاجمين في الخط الخلفي، مما يتيح لنا فرص اكثر. يعني هذا الهدف انظر بين اثنين، يعني تايمينج، توقيت جيد، منظم. طريقه اللعب تاعو من جهه مصباح. شفنا بلي المنتخب البنيني غلق المساحات، ما خلاش مساحات كبيره على الجهه اليمنى، على الجهه اليسرى تاع المنتخب الوطني. بنشوفوا الفرص اللي جات للمنتخب الوطني على الجهه اليمنى، وين كانوا عندنا 3 فرص في ال 15 دقيقه. اللاعب السوداني كان قادر يسجل، ما كانش عنده الضغط تاع المدافعين. في الدقيقه 21 كانت لقطه من اللاعب مصطفى، وين نشوفوا هذه كره ثابته، هذه كره تسجيل هذا الجزائري، وتصل الكره الى غلاس بدنيا انت في احسن احوالك. الثالث ثالث الاهداف بقدم البديل. غلاس يسجل الثالث ويضمن النقاط الثلاث للمنتخب الجزائري في كرة اختطفت من اقدام البنينيين. غلاس استغل قوته البدنيه، لياقته احسن مقارنه بكل لاعبين، ما دام انه دخل بديلا. غلاس يسجل اول اهدافه بالوان المنتخب الجزائري منذ زمان لم نسجل 3 اهداف خارج الديار. غلاس سعيد باول الاهداف، ونحن وملايين الجزائريين سعداء معك يا غلاس، يحتفلون معك بأول أهدافك مع الخضر، يحتفلون معك بالثلاثية، يحتفلون معك ب3 نقاط. كم سيكون وزنها كبير في ميزان ما تبقى من